تانية مكان كان بنت اسمها آية، حياتها من سنتين أو سنتين ونص كانت بتعيش في حالة من الجحيم والتعاسة اللي مفيش أي كلام ممكن يقدر يوصفه. ودلوقتي نفس البنت جاية بتقولك إنها قاعدة بتعيش أجمل أيام حياتها. أنا كنت نسيت، بس تقريبا اللي سمع مني ما كانش نسي من كم الوجع اللي كنت بتكلم بيه، أو الطريقة اللي كنت بتكلم بيها كانت فعلا مليانة وجع قوي. فتقريبا اللي سمع منساش وسبحان الله من رحمة ربنا على الإنسان إن هو بينسى. فلما شفت المسج دي جايالي على انستجرام قلت بما اني بقيت شخص تاني خالص غير الشخص اللي كان موجود من سنتين ونص او 3، فتعالوا ندردش مع بعض شوية. بصي بصراحة ما خبيش عليكي، سواء اللي بعتت المسج او اللي بيسمعني دلوقتي، في كلام بتسمعيه وانتي في وقت الأزمة بتحسي ان هو كلام أكلاشيه او كلام هامشي قوي، بس لما بتنضجي بعدها بتحسي ان هو ده صميم الحل. في قاعدة مهمة قوي انا ماشية بيها حاليا، ودي اللي خرجتني من كل الازمات النفسية اللي انا عديت بيها واللي خلت الشخص ده يسأل. القاعدة دي اسمها انا لا افعل ولكن اسعى. بمعنى الفعل هو بيجي من ربنا سبحانه وتعالى، وتغيير الأحوال هو بيجي من ربنا سبحانه وتعالى، بس لازم لما يطلع على حياتك أو يطلع على نفسك أو يطلع على قلبك يلاقي منك فعلا رغبة حقيقة في التغيير، وعدم تشبثك أو عدم ان انتي مش ماسكة قوي في الحزن وان انا افضل ابكي على الأطلال اللي عدت أصلا. أول حاجة أنا حسنت وعيي بالله، مش زي ما بيقولوا علاقتي بربنا. هتقولي ما هي هقولك لأ، أنا بدأت أتعمق فعلا وأفهم قد إيه إن ربنا رحيم، وقد إيه إن أي مشكلة بتحصل خلاف اللي إحنا كنا عايزينها هي حقيقي هي الصح لينا. علقت قلبي بالله سبحانه وتعالى أكتر ما علقت قلبي بالأمور الدنيوية، وده صدقيني مش انتي العامل الرئيسي فيه قد ما ربنا سبحانه وتعالى. كل ما بتاخديله خطوة تمام، كل ما بتلاقي تلقائي السكينة نزلت عليكي. جماعة السكينة بتاعة القلب مش احنا اللي بنصنعها، مش احنا اللي بنكونها. صدقوني هي حاجة إلهية مفيش أي إنسان ممكن يتدخل فيها. فقط انت دورك ان انت بتنوي النية ان انت عايزة تقربي من ربنا وتحسني علاقتك بيه، وصدقيني كل حاجة بتيجي لوحدها. أهم عامل بالنسبة لي أنا كآية يغير أي إنسان أو يحول أي إنسان بيعيش فترة صعبة لإنسان خلاص أصبح بقى كويس هو عامل الوقت. جماعة دي أهم نقطة بجد. أنا بكلمكم في مدة زمنية 3 سنين، فأعتقد إن 3 سنين كانت كفيلة جدا إن هي تحول أو تغير حال من بعد حال طبيعي، مع طبعا رغبتك في التغيير الملح طول الوقت. ان انا من الناس اللي فعلا ما بقفش ابدا عند المشكله دي، طبيعه فيا. حتى اي انسان يقدر يكتسبها. انا فعلا لما بيحصل مشكله عندي انا من الناس اللي مش بتعرف تركز على المشكله قد ما هي بتركز على حلولها. فلو دي مش طبيعة فيكي أو ما بتحاوليش على الأقل تكتسبيها، فأنت هتفضلي واقفة فترات طويلة قوي عند الحاجات اللي انت خسرتيها والمشاكل اللي انت عشتيها والناس اللي خذلتك والحاجات دي كلها. بصي مش هخبي عليكي برضو وعلى اللي بيسمعني، بالنسبة للي بعتت السؤال على الدي ام يعني، أنا من الناس اللي فعلا حياتي منغلقة أو حياتي بتتمحور عليا أنا. بمعنى قد تبدو ظاهريا لبعض الناس إن هي مملة جدا تمام، ولكن ده اللي ساعدني أو ده اللي خرجني من أي أزمة أنا بعيشها، ووصلني لفكرة إن أنا فعلا الحمد لله يا رب أنا مرتاحة في حياتي. وهي ان انا مركزة على نفسي بس، يعني مش بعمل اي حاجة في حياتي غير ان انا بركز على نفسي، على شغلي، على حياتي. في ناس يعني عاملة وقتها كده يعني ايه، سواح لأي حد، اللي هي طول الوقت ما عندهاش وقت لنفسها اصلا، اللي هو انا وقتي للناس المؤذية، وقتي للاماكن المؤذية، وقتي للحاجات اللي انا ما بحبهاش. فانا مش الشخص ده. ولو كان عندي نقطة أو كان عندي جزء من الشيء ده، فأكتر الحاجات اللي ساعدتني على إن أنا أخرج من الأزمة هي فكرة تركيزي على نفسي وعدم وجود وقت فراغ عندي. جماعة بجد الشيطان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان يعدكم الفقر تمام.
فهو ده دوره أصلًا، يعني هو دوره إن أنتِ طول الوقت تكوني منكدة، طول الوقت تكوني مش مبسوطة، طول الوقت تكوني على خلافات مع الناس ومع أهلِك ومع أصحابِك ومع حياتِك ومع شغلِك، يعني أنتِ حتى على خلاف مع نفسِك، فده دور الشيطان. فطول ما أنتِ مدركة لفكرة إن ده دوره وهو عدو ليّا، فأنا مش هاسمح له ينكد على حياتي، فأنتِ هتبقي قاعدة في فكرة أنا يا إما هانتصر عليك يا إما هانتصر عليك، فاهماني؟ فعدم وجود وقت فاضي فعلًا في حياتي فرق معايا جدًا، 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 بيفرق في نقطة التركيز على الزعل أو على المشاكل، يعني اللي هو أنتِ مثلًا إيه صاحية ما عندكيش حرفيًا غير الوقت اللي هتنجزي فيه المهام اللي لازم تتعمل تمام، وتعيشي إنسانيتِك اللي هو تاكلي وتشربي وتنامي وتهتمي بنفسِك وخلاص، فهتلاقي فعلًا، فعلًا ما فيش وقت للزعل أو ما فيش مساحة إن أنتِ تركّزي معاها، فهتلاقي المشاكل تلاشت جدًا. يعني أنا باكلّمكم على واقع أنا عِشته. طبعًا ده مش معناه إني ما كنتش باعيش الكثير من الآلام والبكاء والحاجات اللي مش لطيفة خالص دي، ولكن جماعة بجد لو هادّيكم نصيحة في 3 نقاط، اشغلي نفسِك، اشغلي نفسِك، اشغلي نفسِك، يعني هُم ال3 هُم ال3 نصايح. إن أنا فعلًا مركّزة على شغلي ومركّزة على نَفْسي وفقط، وباصلّي فروضي، باقول أذكاري، جماعة الأذكار بجد بتفرق، بتفرق، بتفرق في مدى صحتِك النفسية، وزي ما قُلت في البداية هو شيء مش بإيدِك، هو شيء بيُنزّل من ربنا سبحانه وتعالى عليكِ وعلى حياتِك، السكينة دي مش مادة خام إحنا بنصنعها. الخطوة الأخيرة بقى هي فكرة إن أنا تبنّيت قاعدة، أنا كده في الفيديو ده ادّيت لكم قاعدتين مهمين أوي، القاعدة التانية منهم هي فكرة إن أنا كنت مؤمنة أو خلاص أصبحت مؤمنة إن الحياة الأفضل مش هاوصل لها غير لمّا أكون أنا الإنسان الأفضل، بمعنى لو عايزة ناس عقليتها كويسة في حياتي، ناس ما بتعترفش أصلًا بوجود التنمر أو الإيذاء أو المعاملة الوحشة، فلازم أنا أكون الشخص ده أصلًا أو أنا أقرر أنضّف حياتي من الناس المؤذية، فما ينفعش أنتِ تكوني قاعدة في قاع الوحل وبعد كده تقولي أصل أنا عايزة حد يعني يحترمني ويقدّرني وناس تفرّحني وناس تبسطني، وأنتِ الشخص اللي ما بيعرفش يقعد 10 دقايق مع نَفْسه. فلمّا أصبحت مؤمنة بالنقاط دي كلّها، صدّقوني، صدّقوني على مدار 3 سنين فرقوا في حياتي بشكل ما كنتش أظن إن أنا أطلع أقول الكلام ده أو أنا الشخص اللي يقول الكلام ده. ومفهومي عن العوض أصبح مختلف تمامًا أو أصبح درجة إيماني بربنا سبحانه وتعالى مختلفة تمامًا، لدرجة إن أنا وصلت لنقطة إن أي حاجة ربنا يدّيهاني فأنا مبسوطة بيها، وفعلًا، فعلًا ما بقيتش بادعي ربنا بحاجة معيّنة أو بقيت عايزة حاجة معيّنة غير إن ربنا يكون راضي عني وإن أنا يعني أموت موتة صالحة وبس. عارفة وأنتِ قاعدة بتسمعيني كده بتقولي هتحسي إن آية قد إيه حصلت أو نالت كل الحاجات اللي كانت بتتمناها في الفترة الوحشة اللي عدِّت في حياتها. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ما خدتش أي حاجة كنت باتمناها في الفترة الوحشة أو الفترة الصعبة أو فترة الأزمة اللي أنا عدِّيت بيها، أنتِ متخيلة؟ فساعتها يحصل لِك error كده، اللي هو إزاي شخص قاعد بيكلمنا قد إيه إن هو أصبح مبسوط وأصبح بيعيش أفضل حياة كان يتمناها، وهي أصلًا ما حصلتش أو ما خدتش أي حاجة كانت عايزاها، يعني في أدعية كتير أوي لم تُستجاب إلى الآن، في حاجات كتيرة أو تقريبًا كل الحاجات أنا ما وصلتلهاش، بس على الأقل ربنا نزّل السكينة على حياتي اللي تخلّيني قاعدة باقول لِك أنا ما حققتش أي حاجة كان نِفْسي فيها، أنتِ متخيلة؟ فممكن اللي كانت بتبعت لي عندها مفهوم تاني عن العوض مختلف تمامًا عن المفهوم اللي أنا واصلة له دلوقتي. جماعة أنا بالنسبة لي العوض بقى بيتمحور في فكرة مش إن أنا آخُد الحاجة اللي أنا كنت عايزاها، بقى بيتمحور إن آخُد الحاجة المناسبة معايا. والعوض عندي كان بيتمثّل في فكرة إن أنا بقيت شخص أنضف كتير من جوّه، أنضف بمعنى إن أنا بقيت مرتاحة، باحُط راسي على المخدة فعلًا بانام الحمد لله، صحّتي كويسة، صحّتي النفسية والعقلية الحمد لله كويسة، فده بالنسبة لي enough جدًا. فصدّقيني ما فيش أي حد في الدنيا يستاهل دقيقة واحدة زعل عليكِ،
لما هتنزلي قبرك هتتحاسبي لوحدك، هتتحاسبي على وقتك لوحدك. فما تخليش وقتك يمشي في اتجاه ان انت بس بتعيطي وحزينة ومقهورة على اللي فات. هي كده كده في الاول في الاخر هي دنيا، وكلنا صدقيني ماشيين، محدش قاعد. فالكسبان فيها اللي قدر يكون مرتاح وكويس. انا عارفه ان انا كلامي يمكن ما وصلكيش للحاجه اللي انت كنتي عايزه تسمعيها، بس ده الشعور اللي انا عايشاه فعلا. كل اللي انت محتاجه تعمليه ان انت تدعي ربنا ان هو يختار لك الصالح، تشتغلي على شخصيتك وعلى شغلك واستقلالك المادي وعلى تطوير نفسك طول الوقت.